مشاهدينا الكرام في كل مكان، نقدر نقول وختامه مسك الحقيقه. يعني بعد يوم مميز النهارده وجميل، النهارده السبت 2 ديسمبر 2017، المعسكر التدريبي اللي اقامته نادي جماهير الاهلي تحت التاسيس. والحقيقه النهارده كان معسكر جميل جدا بحضور العديد من النجوم، وعلى راسهم نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن سمير كمونه. والحقيقه اللي اثنى على اللعيبه النهارده وله دور كبير، وان شاء الله دوره مميز جدا في نادي جماهير الاهلي. يشرفني وينورني يكون معايا نجم مصر واللي رفع اسم مصر في العديد من المحافل المحليه والدوليه، الكابتن الكبير كابتن رمضان المصري، رئيس مجلس اداره مؤسسه واكاديميه ونادي جماهير الاهلي. اهلا بك يا كابتن رمضان. يا وسهلا بك استاذ رامي والساده المشاهدين. الله يخليك كابتن رمضان. النهارده كان ضمن فعاليات المعسكر التدريبي اللي بتقيموه انتم كنادي جماهير الاهلي. الحقيقه معسكر مميز جدا، والحقيقه كان النهارده يوم مختلف، ونزل الكابتن سمير كمونه مع اللعيبه، وكان الحقيقه النهارده كلمنا اكتر عن المعسكر التدريبي النهارده. هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا بنختار دلوقتي الفرق اللي هتلاعب دوري البراعم قطاع الناشئين وقطاع الناشئين، بس اللي هو اللي يبدا الان في الوقت الحالي دوري قطاع البراعم. واحنا اشتركنا في الاتحاد المصري لمنطقه الجيزه، وبنشارك من ضمن الانديه الكبرى انديه الدوري الممتاز في مسابقه البراعم 2017 2018. واحنا بنشارك كل سنه عامه، بس السنه دي لها شكل تاني لان احنا بنجهز نادي جماهير الاهلي تحت التاسيس، وباشراف على القطاع الكابتن سمير كمونه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. واحنا طبعا كنا بدانا بقالنا فتره بادئين الاكاديميه قبل ما يبقى نادي، والحمد لله دلوقتي زي ما اجريت لقاءات، وكان في لقاءات مع بعض اللاعبين والكابتن سمير. وصلنا من مرحله من 2004 لحد دلوقتي ان احنا كان لنا فروع كتير جدا، ودلوقتي بنأسس النادي ان شاء الله نادي جماهير الاهلي. يمكن اجرينا العديد من اللقاءات مع اللاعبين، كلهم مبسوطين جدا بانضمامهم لنادي جماهير الاهلي. يمكن من اصغر فرد لاكبر فرد كلهم بيقولوا احنا مبسوطين ان في نادي جماهير الاهلي. قد ايه هيكون متنفس للعديد من اللعيبه، وان شاء الله اكيد النادي فتح ذراعيه يستقطب لكل المواهب الشابه والواعده ان شاء الله. طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا ماشيين على خطى ثابته، واحنا الحمد لله كانت في سابقه قبل كده للعيبه ان راحت انديه اثناء ما كانت مؤسسه جماهير الاهلي تسوق اللعيبه. ودلوقتي طبعا حته النادي، ونادي اسمه نادي جماهير الاهلي العربيه، مش جماهير الاهلي بس لكن العربيه، يحتضن كل الجاليات العربيه. وايضا ان شاء الله الانديه النادي هيكون له فروع كبيره جدا ان شاء الله خارج مصر كمان باذن الله. ونقول بالتوفيق ان شاء الله لاولادنا والرياضه المصريه والرياضه العربيه، وبنبارك لمصر للصعود، وان شاء الله هتقابل السعوديه باذن الله وتقابل روسيا ان شاء الله. المجموعه شايفها كويسه كده؟ كويسه ان شاء الله. احنا نبقى في نتائج حلوه لينا احنا باذن الله، ونبارك لمصر طبعا، ونبارك برضو كابتن محمود الخطيب بيبو على فوزه رئاسه نادي الاهلي، ونشكر طبعا كل الاعضاء بالنادي الاهلي والجمعيه العموميه وحتى جماهير الاهلي لخارج النادي الاهلي. واحنا كنا برضه سابقين بلقاءاتنا مع الجمهور، كان كله بيقول كابتن محمود الخطيب، ومع احترامنا طبعا الكابتن محمود طاهر، لكن كنا عاملين لقاءات استاد الجماهير، والحمد لله كله كان بيرحب بالكابتن محمود الخطيب. هو كل اللي جاي في النادي الاهلي كان بيعمل لاجل النادي الاهلي وليس لمصلحه شخصيه. طبعا الكابتن محمود الباشمهندس محمود طاهر قدم اللي عليه، وطبعا احنا بنشكره وبنقول للكابتن توفيق الكابتن محمود الخطيب انت اديت قبل كده وهتأدي تاني، وحمل تقيل عليك برضو. الاهلي نادي كبير في الظروف الحاليه، ولكن ان شاء الله هيبقى فيه استاد الاهلي وانديه كبيره جدا كمان كذا فرع للاهلي، ونقول له بالتوفيق ان شاء الله، وكل جماهير الاهلي معاك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. واستاد جماهير الاهلي بقى ان شاء الله يبقى نادي جماهير الاهلي كمان. نادي جماهير الاهلي ان شاء الله النادي يكون نادي سباق وبينافس دايما على البطولات يا رب ان شاء الله. طبعا وانا بشكرك وبشكر كل فريق العمل القائمين على الاعلام والصحافه والمصورين والاعداد والمونتاج والسوشيال ميديا والموقع وكل اللي موجودين، والشكر كمان ليك انت يا استاذ رمضان. شكرا كابتن رمضان المصري رئيس مجلس اداره مؤسسه واكاديميه ونادي جماهير الاهلي العربيه، وكانت لقاءات مميزه النهارده، فبنشكره جدا وبنشكر كل الساده المشاهدين.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، كنا معاكم النهارده والساده الجماهير حلقه مميزه جدا للمعسكر التدريبي اللي بيقيمه نادي جماهير الاهلي. النهارده الحقيقه السبت 2 ديسمبر 2017. الحقيقه اجرينا العديد من اللقاءات المهمه جدا، كان منورنا مشرفنا نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن سمير كمونه، واللي اثنى على اللعيبه بشكل كبير. ان شاء الله هنوعدكم بحلقات جايه واستنونا ان شاء الله. بشكر كل فريق العمل وتقبلوا تحياتي رامي العقاد. في الختام بنهدي لكم كل محبه وكل سلام، الى اللقاء. يلا تعالى بقى انت معانا. خش يا بابا انت، خش.